مساء الفل على الكل، أهلا وسهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مكملين معاكم تغطية بطولة كأس الخليج 2024 في الكويت. عندنا المباراة الثانية بين الكويت والمنتخب البحريني. طبعا انتم عارفين المنتخب الكويتي يعني قدر يتفوق او تعادل في المباراة الأولى مع المنتخب العماني 1-1، وقدر يفوز على المنتخب القطري، وقدر يفوز أيضا على المنتخب الإماراتي، يعني يحصل من النقاط 5 نقاط في المجموعة الأولى، وقدر يحرز 4 أهداف والنقاط 5. المنتخب البحريني في المجموعة الثانية تفوق في المباراة الأولى على المنتخب السعودي بنتيجة 3-2، ثم في المباراة الثانية على المنتخب العراقي بنتيجة 2-0، ثم هزيمة من المنتخب اليمني بنتيجة 2-1. قدر يحرز من الأهداف 6، ويحرز من الأهداف 6 والنقاط أيضا 6. المنتخب البحريني من المنتخبات القويه في هذه البطوله، والكل طبعا حاطط يعني امل كبير اللي هو يكون في او حاطط يعني المباراه تكون يعني صاحب الارض والجمهور، واللي هو اكثر حصولا على هذه البطوله المنتخب الكويتي على 10 مرات، المنتخب البحريني لم يحصل عليها ولا مره. فيكون طبعا مباراه صعبه على المنتخبين، منتخب قوي عنده طبعا طموح اللي هو يكون في المباراه النهائيه بالنسبه للمنتخب البحريني، وايضا المنتخب الكويتي اللي هو بيلعب طبعا بعامل الارض وعامل الجمهور، وعاوز طبعا يكون على عرش هذه البطوله ب 11 مره، يعني متصدر بعيد جدا عن المركز الثاني اللي هو المنتخب العراقي، تعتبر هو يعني اللي بعده ب4 مرات. المباراة إن شاء الله غدا هتكون الساعة 8:45 إن شاء الله بتوقيت مكة المكرمة. بالنسبة لل يعني المواجهات التاريخية بينهم أيضا في هذه البطولة، المنتخب البحريني قدر يفوز على الكويت ب6 مرات، والمنتخب الكويتي قدر يفوز على البحرين ب10 مرات. طبعا فوز أو يعني المنتخب الكويتي يعني زيادة عن المنتخب البحريني، والتعادل بينهم كان 4 مرات. بالنسبة البطولات طبعا 10 مرات للمنتخب الكويتي ولا مرة بالنسبه للمنتخب البحريني. مشاهده ممتعه للجميع، وان شاء الله بعد المباراه نقول لكم كل التفاصيل، ويا ريت يعني ترشحوا معانا من هيكون في المباراه النهائيه ومن هيكون حامل هذه النسخه 2024. شكرا لحضراتكم، شكرا لاخواتي وحبايبي في كل مكان. ما تنسوش دايما تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه. دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.